اللي بسلامتها غدا الكل مسرور. أم أحمد الميمون بنت الرجال، قبلة الدار وسعادها وهي النور، في طيبها وبفعولها الجزالي، وفي طيبها وبفعولها الجزالي. بيوت القصيدة قامت تلف وتدور، خذيت من شرد القوى في الخوالي، للي بلندن قعدت 10 شهور، واليوم عافاها عظيم الجلال، اللي بسلامتها غدا الكل مسرور. أم أحمد الميمون بنت الرجال، هي قبلة الدار وسعادها وهي النور، في طيبها وبفعولها الجزالي، اللي مواطيها تساوي لها قصور، هي الذي يرخص لها كل غالي. أم أحمد الأخلاق والذكر مشهور، لا من لفت تخلي المر حالي، وابو صقر ابوها قارمن ومنعور، مرحوم يا عد كريم السبالي، وبنت الام من ما لحق فعلها قصور، هي ام صقر احتمها بالليالي، خواتها الطيب واخلاق وحضور، وافعالهم عد القراح دلالي، وبناتها اللذون والماس منثور، حراير ترقى وتروم المعالي، وعيالها انه ما سوى الفعل مذكور، معربين صابعه من وخالي، ولا بميمونينها المجد مسطور، من عزوة طير السحول الجبالي. بيوت القصيدة قامت تلف وتدور، خذيت من شرد القوى في الخوالي، للي بلندن قعدت 10 شهور، واليوم عافاها عظيم الجلال، اللي بسلامتها غدا الكل مسرور. أم أحمد الميمون بنت الرجال، هي قبلة الدار وسعادها وهي النور، في طيبها وبفعولها الجزالي، اللي مواطيها تساوي لها قصور، هي الذي يرخص لها كل غالي. أم أحمد الأخلاق والذكر